اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين، ويا صباح الورد والفل والجمال على الناس المسكرين اللي بتتابعني. بصوا بقى، دي شقه العروسه. انا نزلت لكم بقى المطبخ الفيديو اللي فات، وهنزل لكم اللينك، وبرضه هوريكم ايه حته من المطبخ كده عشان تعرفوا. ده هنا بقى كانت دخلة الشقه. بصوا بقى النجف بالستاير بالسجاد بالركنه والقعده، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، حاجه كده جميله. ومش تنسوا العروسه كده بدعوه حلوه كده من قلبكم، يا رب كده يسعدها ويهنيها كده بشقتها يا رب كده. مش تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. بصوا بقى لون الركنه دي كان حلو خالص، والخدات الفرو كده. انا قلت لكم قبل كده خدات الفرو دي كانت يعني موضه اليومين دول، خاصه اللون الابيض واللون الرصاصي. وحتى الشريط اللي في النص ده اللي باللون الذهبي ده شكله حلو جدا. بصوا بقى السجاد، طبعا اللون كده الالوان كلها كده مع بعضها. يعني الشقه دي الناس اللي بتبقى تسالني على الالوان والدهان كلها باللون الابيض. يعني مش في اي لون تاني داخل في الشقه، هو اللون الابيض بالدهان. هو اللي سيد المكان يعني. بصوا بقى الستاير بسم الله ما شاء الله بقى مع الاضاءه، حاجه جميله جدا جدا. وده كان النيش، وطبعا السفره والبار اللي كان في اول الفيديو كده. يعني النيش ده بقى اللي انا قلت لحضراتكم عليه قبل كده، دي اللي العروسه طلبت مني، اللي انا مش هحط لها اي حاجه غير هو طقم العشاء وطقم الصيني والازاز اللي هو الكاسات بقى والكوبايات فيه. يعني انا رصيت لها طقم العشاء وطقم الاكروبال وطقم البايركس والميليمين، كله كان في المطبخ وفي البار. اما بقى النيش هي طلبت مني بس كده اطقم الازاز وطقم الصيني وطقم الجاتو. بصوا بقى بصراحه كانت حاجتها حلوه خالص وكلها ذوق. بسم الله ما شاء الله كانت حلوه جدا. يعني حطيت لها كده اللي هو الصيني تحت في الرفين اللي تحت، وبقيه الازاز في الرفين الاولانيين من فوق. بصراحه كان حلو كده وبسيط، وحاجتها جميله كده زيها، يا رب كده يسعدها بحاجتها كده يا رب كده. واخواتها بصراحه كان ذوقهم برضو جميل جدا، عقبال كده اولادهم وخاصه اختها الكبيره. بسم الله ما شاء الله كانت حاجه حلوه خالص. وحتى الورد اللي هو في الركن ده، يعني اللون الاخضر واللون الابيض ده كان حلو. ده كان مفرش السفره. وده طبعا ايه اللي هو طقم البوفيه والشموع. ده التسجيل ده هو مش تبع العروسه، بس هما كانوا حاطينه ومشغلينه على القران وكده. ده هنا بقى الازاز، هنا برضو ازاز وكاسات. وده تحت كده بقى طقم العشاء، والناحيه التانية بس مش عارفه افتحه عشان الكراسي وكده، كنت حاطه فيه طقم الاكروبات. وده هنا اوضه النوم بتاعه الاطفال، طبعا سريرين والكومودينو بقى والتسريحه، مع بقى الاباجوره والستاير والنجف وكده. هنا بقى الدولاب، وهنا المراوح، وهنا بقى الفريزر. هوريكم برضو دلوقتي نوع، لان البنات بتبقى تسالني عن نوع الاجهزه ايه. هنا بقى الفوط والدفايات، رصتهم لها كده بالشكل ده، وحطيت كده ايه شريط ستان عليها للتزيين. طبعا هي قالت لي فتحي، يعني فتحي اللي هي هتستخدمه، وفي حاجات تانية بقى اللي هي المفارش الكبيره دي اللي مش هتستخدمها قالت لي سيبيها زي ما هي ما تفتحهاش. يعني كل عروسه على حسب الرغبه بتاعتها وكده. ده هنا الفريزر كان نوع بيكو. يعني بصراحه الاجهزه الكهربائيه بتاعتها كانت جايباها بيكو، التلاجة والبوتاجاز والغسالة. بس غسالة الأطباق كانت جايباها فريش. وهنا بقى الجهة التانية فوق بقى اللي أنا مش فتحته بينته لها، اللي هو اللي المفرش وكده رصته بالشكل ده. وفوق بقى كان اللحاف الفايبر اللي هو الأطفال، ولا السرير الكبير، والمفرش اللي هي القطيفة الكبيرة وكده. بصوا بقى المفرش ده كان حلو خالص، حتى الخامة بتاعته كانت حلوة وشكله كان جميل جدا. هنا بقى التسريحة، وحطيت لها كده المصلية كده على جنب. وكان في الركن كده كمان كانت المكنسة، كنت حاطة لها كده في الدولاب عند الستار. وطبعا هنا بقى المطبخ، انا نزلت لكم المطبخ الفيديو اللي فات ده بقى للي ما شافوش، وهسيب لكم لينك المطبخ عشان تشوفوه كامل. ولو لسه مكمله معايا الفيديو دوس لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقولوا لي بقى في التعليقات رايكم ايه. هنا بقى كانت الرخامه، وهنا بقى البوتاجاز والتلاجة واطقم الرخامه. هنا بقى كان في نيشين كده صغيرين كده في المطبخ. يعني المطبخ ده بسم الله ما شاء الله كان موصل العرش من فوق، السقف كده من فوق، يعني زي ما بقولوا كده 3 ادوار. تحت هنا بقى حطيت لها اطقم الحلل اللي هتستخدمها تحت كده، باللبنه بقى بالكزرولة بالطاسات بصواني الفرن. ده هنا كانت تربو. ده هنا بقى الحاجات البلاستيك، وصواني التقديم اللي هي الخشب، حفظ الطعام، والمصافي والاطباق والصواني اللي هي للتقديم اللي هي الكبيره.
ده هنا بقى درج الرفايع، المضرب والمساكة، واللي هي بتاعة البرجر، والمعالق والسكاكين، كل ما يخص الرفايع هتطلع لها هنا في الادراج والقشرات، قشرة البطاطس والخضار. وهنا بقى المعيار، وطقم اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وهنا بقى الفوط والمبشرة، وهنا بقى الازاز، كاسات بقى وكوبايات. طبعا الفيديو طويل بس انا اختصرت لكم ايه يعني ايه لقطة منه كده في المطبخ، وانتوا بقى اللي عايز يكملوا ويضغط بقى على اللينك ويكمل الفيديو المطبخ. ده هنا المليمين، وطقم كاسات كده برضو كوبايات. ده هنا صواني تقديم، والهاند بلندر، والبراد البايركس، والبراد التاني، وترمس الشاي. وهنا طقم حلل، وصواني البيتزا، وصواني اللي هي اشكال بتاعة الكيك، وصواني فرن، والخلاط الكهربائي، وطقم كده قلايات اللي هو السيراميك. هنا بقى كاتل القهوة، وده كده طقم القطاعات بالحمل بتاعه. وده هنا النيش اللي هو التاني الاولاني كده اللي في المطبخ، طبعا كله ازاز. وطقم كده السمك، كاسات بقى وكوبايات، بسم الله ما شاء الله بصراحة كل حاجتها جميلة كده زيها. وهنا كمان طقم حلل وطاسات، واللي هي الكب كيك، قوالب الكب كيك والجريل. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، مش تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنا بقى المجات والكوبايات، وطقم التوابل،